جوج زائد جوج زائد 5 ناقص 3 ناقص 1 زائد جوج خارج هو 7. السلام عليكم، أنا اسمي شهد شيبوب، عمري 6 سنوات. أحب قراءة القصص وكتابتها لأنها مفيدة جدا. أحب كذلك حساب الذهني بخيالي لأنه ينمي عقلي كثيرا على التركيز والخيال. في جاني صعيب عاد دابا جاني سهل. نقدر نحسب ديال القسمة والزائد وديال جدول الضرب. بديت حساب الذهني في شهر 5 حيت بالخيال ديالي كنبقى نحسب بحال هكا، كنتخيل من حساب حدايا هكا. شجعتني ماما. شكون اخر؟ وبابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرب الدولي كوتش محمد حرار، مدرب التنمية البشرية ومعالج نفسي، وكذلك كوتش ومدرب في الحساب الذهني. بالنسبة للعبقرية شهد شيبوب، هي طفلة متميزة جات عندنا هذه 5 شهور، وتبارك الله درت لها واحد التيست، لقيت ان البنيت عندها واحد الطاقة والقابلية للاستيعاب، وهذيك الطاقة كانت ما مستغلاش. يعني دات مع الحصة الأولى وكانت واحد النتيجة كبيرة، هي ديك باش تواصلت مع الأم ديالها وقلت لها بأن البنيت ديالك تبارك الله ذكية وأنها تمشي في واحد المجال مزيان. بالنسبه للحساب الذهني والفوائد ديالو، حنا غادي نفرقوا ما بين كلمه الحساب الذهني وفرق ما بين كلمه الصروبان، لان الصروبان هو واحد الكلمه يابانيه وفيه بزاف ديال الفوائد اللي من تطور الذاكره، تطور التركيز، كيقوي الثقه بالنفس، كيعلمنا مهارات كثيره. اما الحساب الذهني فهو جزء من برنامج الصوربان، لان ملي كنتكلموا على الحساب الذهني فراه كاين فرق بينه وبين الرياضيات والعد. يعني ملي كنتكلم على الحساب الذهني يعني كنولي قادر انني نقوم بالعمليات الاربعه من الزائد والناقص والضرب والقسمه ذهنيا بدون ما استعان بحتى شي وسيله. كما لاحظتوا انا في هذه الحصه هذه ديال اليوم، راه البنيته فقط كتستطيع دير العمليات الحسابيه فقط ديال الزائد والناقص. يعني اليوم قدرنا ان غير في هذه الحصه هذه نخدم معها الضرب ونخدم معها كذلك القسمه. وحنا كنعرفوا ان في المستوى ديال الوليدات الصغار في المدارس كيكون فقط يلاه كيحسبوا غير الوحدات، حتى العشرات مازال ما كيدركوهمش. هي دابا راه كما لاحظتوا كتحسب الوحدات والعشرات والمئات والالاف. مزيانه لاله مولاتي طرحتي هذا السؤال هذا، اللي ملي قلتي لي انه واش يمكن لنا تفوق على الاله الحاسبه. حاليا كنسمعوا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي. راه اي حاجه واي دومين راه الانسان كيتفوق على الاله مهما تطورت الاله، لان شكون اللي صنع الاله؟ راه الانسان. بالنسبه للاباء اللي عندهم الشغف انهم يدخلوا وليداتهم المراكز ديال تطوير الذكاء والحساب الذهني وتنميه المهارات الذاتيه ديالهم، فهاد الاباء كنعطيهم تحيه تقدير واحد التحيه كبيره. علاش؟ لان قلال بحال هاد الاباء هذا اللي كيكون الهدف الرئيسي ديالهم هو تنميه العقل ماشي تنميه البطن، لان الاغلبيه ديال الاباء كيشوف بان التربيه راه هي نوكلوا ونشربوا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.